مرحبا بكم معنا في حلقه جديده مع محمد السباعي. حلقه ديال اليوم غتكون حلقه متنوعه جدا وفيها بزاف ديال هاد الاخبار، لهذا بغيت منكم بزاف ديال البارطاج، بزاف ديال لي جيم، لان الحلقه ديالنا او القناه ديالنا تابعه مره اخرى بزاف ديال السينيال. كثر الحديث مساء امس على ان المقهى وسلسله مقاهي ديال ستاربكس وكذلك متاجر اخرى في الملابس ماركات عالميه غادي تقفل المتاجر ديالها هنا في المغرب بسبب المقاطعه ديال غزه. كاين نقاش في هذا الامر بين من يقول هذه الاخبار صحيحه وهذه الاخبار كاذبه. غادي نجبد لكم الخبر اليقين في هذه الحلقه. ولدينا كذلك خبر او الاحداث اللي كانت البارح ديال غار جبيلات، وعبد المجيد كذبون كيمشي لغار جبيلات وكيمشي لتيندوب كيضرب تصويرات تما مع هذا المشروع وكذا وكذا وكذا. واش تم فسخ الاتفاقيه اللي كاينه اصلا ما بين المغرب والجزائر ديال الاستغلال المشترك ديال هذا المنجم ديال الحديد، ام ان الجزائر اليوم غادي دير بالنقص من هذه الاتفاقيه وغادي تستغل بوحدها هذا المنجم؟ اضافه الى واحد المراسله توصلنا رسائل توصلنا من بعض الاخوان، ولو انه خبر لا يستحق اننا نتكلموا عليه، ولكن كاين بعض الاخوان صدقوه. كاين بعض الاخوان كيقولوا استاذ السباعي واش هذا الكلام بصح؟ وصلتني غير ما مره وماشي جوج ماشي ثلاثه من بزاف ديال الاخوان كيقولوا واش هاد المقالات اللي انتشرت في الصحافه الجزائريه هاد يومين صحيحه ديال فرار ديال مجموعه من الضباط من افراد الجيش المغربي من واحد التكانه كاينه في الرباط وهربوا الى مناطق اخرى؟ واش بصح هذا الكلام؟ حنا شوف بلا ما نبعدوا لكم، بلا ما نقول لكم راه مشينا قلبنا وكذا وجبنا لكم شي امور سريه لا، غادي نجبدوا لكم غير من هذا المقالات من هنا، غادي نلقاوها سطر سطر وغادي نبينوا لكم بان هذا الشيء كلشي كذوب، حتى شي حاجه ما كاينه من هذه الهضره. اذا تبعوا معنا هذه الحلقه من الاول حتى الاخر على بركه الله. مشينا مع محمد السباعي. خذنا تحيه مجدده ونبدا لكم بهذا الخبر الرياضي. الحمد لله كره القدم المغربيه بجميع فئاتها بألف خير. البارح المنتخب المغربي لاقل من 19 سنه ديال الفوتسال ديال كره القدم داخل الصالات كيفوزوا بالدوري بواحد البطوله كاينه في اذربيجان بعد فوزهم على المنتخب ديال بيلاروسيا ب2-1. اليوم يعني على جميع الاصعده الحمد لله بجميع الفئات. اذا المنتخب الوطني ديال الفوتسال اللي كان كيتوج بالالقاب مده هذه راه كاين دابا عندنا منتخب اخر كبير تقريبا واحد 90% تبدلات شونجات، راه كتلعب دابا في المكسيك ودايره المزيان ولله الحمد في هذه البطوله. واليوم كنشوفوا كذلك الشبان راهم طالعين باذن الله باش يديروا نتائج طيبه ديال المنتخب الوطني للفوتسال. دائما في المجال الرياضي من سخريه القدر انه البوليساريو اليوم كتخرج لنا بواحد البلاغ تهديدي ديال رالي ايكو رايس اللي غادي يدوز من الصحراء المغربيه جاي من فرنسا وغادي يدوز على المغرب موريتانيا فالسنغال اليوم. وكيدوز منين كيدوز اسيدي من المناطق المحاذيه للجزائر، المناطق اللي كتقول لنا الجزائر البوليساريو راه فيها الحرب. نضت اليوم البوليساريو دارت واحد التهديد بالتصفيه الجسديه لحدود التصفيه الجسديه ديال هاد الناس، كتقول لهم اتونسيون راكم كدوزوا لنا من الارض ديالنا ومن واحد الارض فيها الحرب، نحن لسنا مسؤولين عن ما يجري لكم ولنا الحق اننا ندافعوا على رؤوسنا كيف ما بغينا. يعني تخربيق. واش دابا شوف دابا فرنسا بقدرها وقيمتها والابطال العالميين في السباق ديال السيارات اللي كيمثلوا مؤسسات عالميه، راه ملي كيجي واحد المتسابق في السيارات راه كيجي كيمثل المرسيدس كيمثل الرونو كيمثل تويوتا كيمثل شركه اسماء كبيره في عالم السيارات. هذه الشركات بحجم دول، واش هي غادي تغامر بمتسابقين كيسواو الملايين ديال الدولارات ويدوزوا من منطقه حرب؟ اكيد غادي يكونوا عارفين بان المنطقه راه ما فيها لا حرب لا والو، فقط الحرب كاينه في الاذهان ديال الجزائر وكاينه في الاذهان ديال البوليساريو. سمعنا اليوم
بانه بعض الجزائريين كيسوقوا لنا واحد الصوره. شوفوا هما راه مكروا اي حاجه مغربيه يدوها، اي حاجه عندها علاقه بالمغرب يدوها. دابا فين مشاو لنا؟ مشاو لنا السيدي الشعار ديال المملكه المغربيه، الشعار ديال المملكه المغربيه اللي فيه التاج وفيه دوك جوج اسبوعه. قال لك لا، هذاك الشعار راهو ديالنا. وناضوا اسيدي لك جابوا لنا واحد الصوره ديال سنه 1837. قال لك شعار مدينه الجزائر اللي سرقوه المغاربه، اللي داوه لنا المغاربه وردوه اسبوعه، وكذلك داروا فوق التاج. غير واحد القضيه انا بغيت نشوف معكم هذاك الشعار ديال، ما غاديش نقول لكم ديالنا ديالكم، هذاك الشعار هذيك النجمه السداسيه اش كدير تما ملي ديالكم؟ ياك نتوما ما عندكوش مع النجمه السداسيه؟ ياك تضلوا تعايرونا حنا بالنجمه السداسيه وبالنجمه ديال المغرب؟ ها هي النجمه اعترفتوا نتوما وقلتوا راها ديالكم. اذا كيقول لك خلي الكذاب تيسا وسولوا. على ذكر الخريطه والمغرب والسياده وكذا، عندنا واحد النداء من هذه الحلقه من القناه ديالنا للموقع ديال CMR ديال الصندوق المغربي للتقاعد او الصندوق المهني ديال التقاعد. عندنا لكم واحد النداء. راه ملي كتدخلوا للسيت ديالكم في البلاصه ديال انه شي واحد ياخذ الرونديفو، كنمشيو لواحد ليكون اللي فيها الارقام ديال الهواتف، كنلقاوكم بصفتكم مؤسسه وطنيه دايرين لنا يعني العلم والاسم ديال جمهوريه الوام ديال البوليساريو. نعم، في موقع مغربي مواطن اللي فيه الالاف او ربما عشرات الالاف ديال المغاربه منخرطين في هذا الصندوق. اتمنى، احنا عارفين بانها سقطت سهوا وعارفين بان لا نيه لكم، ولكن عاودوا شوفوا مع لي زانجينيور دانفورماتيك او لي تكنيسيان او كذا المسؤولين على الصيانه ديال الموقع يحيدوا لنا هذه الفضيحه. هذه الفضيحه اللي كنا تكلمنا فيها على مجموعه من الشركات اللي كتجي تستثمر هنا في المغرب وكيديروا هذه الفضيحه وتكلمنا عليهم وراهم سحبوها. اليوم بغينا مؤسسه مواطنه حتى هي تحيد لنا هذه الفضيحه من السيت ديالكم. ايوا الاخوان، ندخلوا لكم الى ستاربكس وبعض المحلات التجاريه الكبرى اللي كيتقال بان تقال البارح اللي دارت لنا مارك ابدو، قالت لنا بانه راه ستاربكس وبعض المحلات غادي يهزوا يعني راس مال ديالهم والمسائل ديالهم غادي يخرجوا يخويو المغرب. عدد من المتتبعين قال لك واش شتي دابا شي الناس اللي كتقول لك المقاطعه ونقاطعوا لانها هاد ستاربكس تضامرت مع اسرائيل وهذه ها هما دابا الالاف ديال اليد العامله المغربيه غتمشي. دابا الخوت حنا اللي كنا كنقشبوا على الجيران اللي منهم كنقول لهم عندكم ستاربكس، حنا ما غاديش يكون عندنا ستاربكس ياك، غير هو كاين فرق. إن صح فعلا خبر انها غتمشي فستاربكس غتمشي لان المغاربه ما بقاوش بغاوها، لان المغاربه ما صافي هزينا على اللي شبعنا منها ما بغيناش. بغزه بلا غزه، المهم هاد